السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة معاكم في حلقة جديدة لبوابة أند لوجيك، وإن شاء الله هنكمل بقية السلسلة لللوجيك في بقية حلقات تانية. وده شكل الاي سي اللي احنا مستخدمينه 7408. حلو. البوابة ديت شغلها بيكون عامل ازاي؟ البوابة دي بيكون عبارة عن احتمالات، ولو هنفترض A و B، والاكس ده الخارج بتاع الاحتمالين. عندي ال A وال B، مرة هنا صفرين واحدين، ومرة هنا صفر واحد صفر واحد. تمام. وبوابة أند دي هي بوابة الضرب. صفر في صفر بصفر، صفر في واحد بصفر، واحد في صفر بصفر، واحد في واحد بواحد. يبقى في الحالة ديت مش هيبقى عندي خارج، مش هيسمح بمرور، يعني البوابة مش هتعدي باور إلا لما يكون الداخلين بواحد. وده شكل إيه؟ بوابة أند. ادي الايه وادي البي وادي الاكس. لما كان هنا صفر وصفر اداني صفر، زي هنا دلوقتي صفر وصفر اداني ايه؟ صفر، اللمبه مش منوره. طب صفر وواحد برضه صفر، طب واحد وصفر برضه صفر، طب واحد وواحد اللمبه نورت، اصبح عندي خارج. تمام. اصبح كده عندي ايه؟ باور. يبقى انا كده حققت الشرط بتاع الجدول بتاعي بتاع التروس تيبل بتاعي، وكده يديني باور عند الواحد واحد. الفكره ديت ببساطه زي ايه؟ زي في الكنترول، زي سويتشين متوصلين سيريز او توالي. يعني لو عندي مثلا لمبه حلو متوصله على ايه؟ على بطاريه، وهنا في سويتش، وهنا في سويتش. تمام. ونزلت كده، ده مثلا 220 ودي اللمبه بتاعتي العاديه. انا دلوقتي محتاج اشغل اللمبه، قفلت السويتش ده اللمبه مش هتشتغل. طيب سبت السويتش ده وقفلت السويتش ده اللمبه مش هتشتغل. لازم اقفل السويتشين مع بعض عشان اللمبه تشتغل، ويبقى كده انا حققت الشرط عشان اللمبه تشتغل. يعني هنا اللي حاكمني مش سويتش واحد، اللي حاكمني اتنين شرطين عشان اقدر احقق التالت اللي هو تشغيل اللمبه. الكلام ده عملي اكتر وهيبقى واضح اكتر، زي لما يكون عندي موتور او بامب ميه. تمام. بامب بتاعت ميه ما بتشتغلش الا في شرطين: ان يكون في ضغط مناسب، تمام، وان يكون في ميه في المسارات بتاعتي. ساعتها الشرطين دول اتحققوا، الضغط قل والميه موجوده في المسارات بتاعتي، البامب هتشتغل. يبقى انا كده ايه؟ مستحيل البامب بتاعتي تشتغل الا في حاله ان يكون الشرط الاول متحقق والشرط الثاني متحقق عشان البامب تشتغل. وده يبقى ايه؟ كويس للبامب بتاعتي. جميل. بوابة أند الشرح التفصيلي ليها كتوصيل هيكون موجود على اليوتيوب. دي الشرح بتاعها. الاي سي بتاعي اللي انا مستخدمه هيكون شكله كده، ده الدليل بتاعه، ده شكله من الداخل. عندي واحد واثنين وثلاثة. واحد واثنين دول البوابة الأولى، وأربعة وخمسة دول مدخل البوابة التانية، وادي ستة ده الخارج. سبعة ده الجراوند الأرضي أو السالب. هنا مدخل لبوابة تانية أهو. هنا مدخل لبوابة رابعة. كده الاي سي في 4 بوابات، وهنا الرجل 14 دي هي رجل في سي أو الموجب. حلو. يعني لو جينا بصينا على الاي سي أهو، هيبقى فيه هنا دليل الحتة الصغيرة المشطوفة دي، علشان ما وصلش العكس كده، فبالتالي يتحرق او ما يشتغلش وارجع اقول انا موصل غلط ليه. الاي سي اهو معايا حلو، بيمشي كده واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة، ويرجع أطلع من فوق كده أعد تمانية تسعة عشر لحد 14 لما يكون الدليل ده على شمالي. جميل. ده الاي سي بتاع بوابة أند. حلو. لتفاصيل التوصيل هتلاقي التوصيل على اليوتيوب كامل. دول 2 سويتش عاديين عندي، هعمل بيهم اشارات صفر وواحد عادي. وده الاي سي ال 74 8 08.
هوصل هنا الجراوند السالب، وهوصل هنا رجل 14 الموجب. تمام، الجراوند هو رجل رقم 7 في الاي سي. وهوصل هنا الباور الخارجي. تمام، انا واخده من ادوبتور موجب وسالب، بيطلع 5 فولت عادي. دول طرفين السويتش بتوع الاحتمالات، بيدخلوا على السويتش ويطلعوا من السويتشات على الواحد واتنين في الاي سي. تمام، هم واخدين موجب. الطرف التالت هيكون على الموجب بتاع الليد، والليد عشان ما يشتغلش دايركت على طول لازم يحط له مقاومة. المقاومة دي قيمتها 220 اوم، احمر بني ذهبي. تمام. هنا هوصل السالب بتاع الليد، وهنا خدت الموجب على الخارج بتاع البوابة اللي هو رجل رقم 3، وابدأ ادي الاحتمالات 0 و1، 1 و0، 1 و1 تشتغل، 0 و0 لأ، وهكذا. سؤال نهاية الحلقة زي ما عودتكم، لو عندي دايرة فيها 3 شروط، شرط منهم فتح والاتنين التانيين مقفولين، هل المخرج يشتغل ولا لا؟ وليه؟ اكتبوا لي اجاباتكم في كومنت وخلينا نشوف مين فاهم بوابة انت صح. لو عجبك الشرح ما تنساش تدعمني بلايك ومتابعة وشير عشان يوصلك كل جديد، ويا رب تكونوا استفدتوا.